بتسلمي اوردر الساعة 2 بالليل؟ هي وصلت بيك. أكل بيتي 100%، وبتعمل خلطات سرية وبتوصل الأوردر حتى لو 3 الفجر، واسمها طنط مها، وبتعمل الأكل الحرش والغربي وكله بأسعار مناسبة، والناس توابير عليها، وكانت محجبة وقلعته بعد الشهرة، وبتعمل أكلها بسكينة شبه المنشار. كلامنا هنا عن ست الهوانم صاحبة بيج أكلات جدتي، إزاي اتشهرت وليه سمت نفسها كده، وإيه حكاية أزماتها مع زباينها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. بتعمل أكل حرش ومحاشي ومشهورة بالمكرونة البشاميل، وزباينها من كل حتة في مصر، ونفسها في الأكل حكاية مهوراسة من جدتها. كلامنا هنا عن صاحبة بيج أكلات جدتي، وزباينها بيطلبوا منها الأوردرات حتى لو 3 الفجر، تلاقيها واقفة بتطبخ بكل همة ونشاط. ما هي خبرة بقى. سمت اسم البيج على اسم جدتها لأنها واخدة الوصفات والخلطات السحرية ونفس جدتها، وقالت السر في السمنة البلدي، فحبت تعمل مشروع تقدر بيه تنافس أكبر المطاعم سواء المحلية أو العالمية، ونفسها تفتح مطعم خاص بيها والمشروع يكبر ويوصل حلمها للنور، ويكون ميكس بين الشرقي والغربي، علشان تثبت للناس ان بزنس الاكل البيتي يقدر يعمل معجزات. اكلها اول ما تشوفه هتحس ان ريحته دخلت مناخيرك من الصور والفيديوهات، وريقك هيجري عليه. وفريق العمل بتاعها بسيط، مكون منها هي الشيف وبنتها مارينا، وبتعتمد على شركات الشحن. الناس بتجيب من عندها لانه شبه الاكل البيتي بالظبط، يعني لو موظفه ومش عايزه تعمل اكل وما لحقتش بتروح طالبه الاكل على طول ويجي لحد عندهم، وسعرها مش غالي قوي. مها بتعمل ممبار ومحاشي ورقاق وكفته وفراخ مشويه وحمام، وبتعمل عزايم وولايم كتيره جدا، وقدرت في وقت صغير تحقق مكاسب كبيره وهي لسه في اول الطريق. بتعمل وجبات كامله زي وجبه رز ونص فرخه وخضار، ودي سعرها بيبدا من 300 جنيه. لكن لو انت حابب طواجن زي طاجن ورق العنب او طاجن البطاطس باللحمه، دي بتعدي ال 400 جنيه. من كتر ما هي شاطره بتعرف الاكل مظبوط من ريحته، وحتى لو ناقص ملح مش بتدوق كفايه ريحته، وبتعرف على طول محتاج ايه. مها كانت محجبه، وبعد شهرتها على السوشيال ميديا قلعت الحجاب وبقت مهتمه بنفسها اكتر، وحاطه ميك اب وبتلبس اشيك لبس. فتحت مشروعها بديب فريزر لحد ما واحده واحده قدرت تحقق منه ملايين، وبقت من اشهر ستات البيوت اللي بتعمل اكل بيتي، وبقى ليها شركه شحن بتوصل لحد البيت. وفي رمضان حصلت ازمه بينها وبين زباينها بسبب الاوردر، وقالت لهم اللي عايز فطار ووجبات جاهزه يكلمنا الصبح بدري مش قبلها بساعتين، لان هي اللي بتضطر توصل الاوردر بنفسها مش شركه الشحن. وعن اكتر حاجه الزباين بيطلبوها منها هي ورق العنب، لانها بتعمله من اول للاخر بالسمنه البلدي والرز والصلصه، وده اللي اتعلمته من جدتها، علشان كده مسمياه خلطات جدتها من كتر ما هي متعلقه بيها وبوصفاتها، واللي هي سبب في اكل عيشها دلوقتي. مها ما بتعترفش بالزبده ولا الزيت في اكلها، وعلشان كده هي بتحاول تعمل ميزانيه بمواد خام مميزه، وفي نفس الوقت ما تبقاش اوفر ريت على زباينها. بتستخدم حاجات غريبه وهي بتطبخ، زي انها مثلا على طول لازم يكون في سكينه شبه المنشار بتقطع بيها البط والديك الرومي واللحمه البارده علشان تطلع متساويه وشكل الاكل يكون حلو. يا ترى جربت خلطات جدتي قبل كده ولا لا؟ ولو جربته قول لنا رايك، وهتكرر التجربه ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.